في حاجات غريبة جدا بدأت ألاحظها وأعتقد إني مش لوحدي، وبصراحة قلقتني قوي. ناس كتير بتتكلم إن في علامات معينة بقت بتظهر في البيوت، في حاجات بتحصل معاها بس الكارثة إن محدش واخد باله. يعني ممكن تكون بتحصل عندك دلوقتي حالا وإنت مش حاسس، والعلامات دي مش أول مرة تظهر، لأ ده على مر السنين، وكل ما بتزيد كانت بعدها بتحصل مصايب او تغيرات كبيره. طب ايه العلامات دي بقى، وازاي تعرف انك اتعرضت ليها، وهل فعلا ليها تفسير ولا في حاجه اكبر واخطر؟ كمل معايا الفيديو للاخر علشان اقولك على التفاصيل اللي محدش اتكلم عنها قبل كده. بصوا بقى، في علامات غريبة بقت بتظهر في بيوت كتيرة جدا اليومين دول، وانت ممكن تكون واخدها عادي ومش ملاحظ. يعني فجأة تلاقي الكهرباء بتفصل من غير سبب، الحيطان بدأ يظهر فيها شقوق، حاجات بتقع من مكانها وانت مش جنبها اصلا. تفتكر ان ده صدفة؟ في شيوخ قالوا ان العلامات دي ساعات بتكون بسبب الحسد او العين، او يمكن تكون في طاقات سلبية، وان البيوت اللي ما فيهاش ذكر لله او قرآن ممكن الشيطان بيلعب فيها وبيعمل الحاجات الغريبة اللي بتظهر دي. وفي حديث بيقول ان الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. علشان كده لو لاحظت العلامات دي لازم أول ما تصحى تشغل قرآن في البيت، وخاصة سورة البقرة، وكمان حافظ على الأذكار، ونظف البيت من أي حاجة ممكن تكون جايبة طاقة وحشة زي الصور المتعلقة أو التماثيل أو عدم نظافة المكان، لأنك لو سبت الموضوع كده الحاجات الغريبة دي هتزيد وهتحس بخنقة وهتبقى مش مرتاح طول الوقت. كده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تقول لي انت كمان ايه العلامات الغريبة اللي حصلت معاك.